منذ أن ظهرت دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب وإلى يومنا هذا، ودولة التوحيد في المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا ترعى التوحيد وتقوم عليه. المملكة العربية السعودية هي دولة التوحيد والسنة، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن رغمت أنوف الحاقدين. فهي دولة التوحيد وهي دولة السنة في زمان عز فيه أن تجد لها شبيها، فضلا عن أن يكون لها مثيل في حماية جناب التوحيد وحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. لماذا؟ لأن الدولة السعودية لا يبغضها إلا حاسد وحاقد من المشركين ومن الحزبيين الحركيين. أما أهل السنة والجماعة الذين تشربوا منهاج النبوة فإن في هذه الدولة محبة في قلوبهم، لا يرجون بذلك درهما ولا دينارا ولا ريالا، إنما يقولون هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، سواء من عاش في هذه البلاد أو من لم يرها. فالولاء هنا لدعوة التوحيد التي قامت في هذه البلاد، وليس ولاء لذات الدولة، ولكن لما من الله عز وجل عليهم به من بركة، انتبهوا، من بركة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب منذ أن ظهر هذا الشيخ في جزيرة العرب وقامت دعوة التوحيد وإلى يومنا هذا. قرنان من الزمان أو أكثر مضت على دعوة الإمام المجدد. وانظروا إلى بركة هذا الإمام، انظروا إلى الأئمة الذين تخرجوا من مدرسة هذا الإمام: سليمان بن عبد الله، عبد الرحمن بن حسن، البطين، إسحاق، فلان وفلان. أجيال من الأئمة توارثوا العلم جيلا بعد جيل، من زمن الإمام المجدد إلى زمن شيخنا العلامة أطال الله في عمره وشفاه وعافاه شيخنا صالح بن فوزان الفوزان. أئمة متتابعون على حماية جناب التوحيد ببركة دعوة هذا الإمام. لذلك لا يبغض هذه الدولة إلا مشرك أو حزبي حركي يبغض أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة.